يا عم بقى، يا عم بقى، لسه ما عملتش الفيديو. لما ابقى اعمل الفيديو بقى تعالى بيع بقى حاجات قديمة بقى. يا رب. سجل يا زمن واشهد يا تاريخ ان ده سابع فيديو ليا على اليوتيوب المصري، وبكده نكون قدرنا نحقق المعادلة المستحيلة، وهو ان احنا نعمل 7 فيديوهات على اليوتيوب المصري. ودي لو تسألني، يعني لو عايز تعرف، ده لو عندك فضول تعرف، ان كان عندك فضول تعرف، دي بداية اليوتيوب المصري. دي انطلاقة حقيقية. دي انطلاقة حقيقية دي انطلاقة دي انطلاقة اليوتيوب المصري. خلاص، دي انطلاقة اليوتيوب المصري. كان قاعد في اوضته الساعة 1 الفجر وهو حاسس بعرق وتلزيق، لو جيت عملت كده على دماغه تطلع شحم، زيت، سمنة. وفجأة حس بضرورة ملحة انه لازم يروح يبعت لسامية حفيدة نيتشه اللي مسميها نفسها على الفيس حفيدة نيتشه. بص، هي مسميها نفسها حفيدة نيتشه، بس هم بيقولوا لها يا ناتاليا، بس اسمها الحقيقي ليلى. يعني انت لو قلت لها يا سامية مش هترد، لا يا ليلى ترد، يا ناتاليا ما تردش. بص، هي كذا شخصية، مرة تبقى ناتاليا ومرة تبقى ليلى. هي جميلة، لطف. قال لها انا نفسي انزل اشرب معاكي فنجانين قهوه. لا، هو قال لها فنجانين، انا اللي بقول فنجانين. عايزين نشرب مع بعض فنجانين قهوه ونتكلم في مناحي الحياه ونلعب في الظروف وفي الراسماليه. وهو مش عارف اصلا يعني ايه راسماليه، ما يعرفش. يعني هو بيكتب عامه بالته، عين ميم ته نون. البنت ردت على ضحى وقالت له انا موافقه بس بشرط، انا هاجي لك من مركز تستا قريه طملي وحساب الاوبر هيبقى عليك. قالت له الاوبر جالك باوبر؟ وعشان ضحى راجل واجهه ونزيه واللي في جيبه مش بتاعه اللي مش اتدبس في القصه دي في 1132 جنيه حساب الاوبر وعلبتين شملان احمر، ان هي مدخن شرعي. ومن هنا جه موضوع حلقتنا النهارده. احنا كان ممكن نتكلم عن السجاير التارجت والشملان، بس دول محتاجين حلقه لوحدهم. بس احنا النهارده هنتكلم عن ديتس الاقاليم. ودلوقتي اهلا بكم في برنامجكم الدارج المحبوب جدا، اقوى عمل فني في الشبكه العنكبوتيه وخارج الشبكه العنكبوتيه، في الشرق والشرق الاوسط، في مصر والوطن العربي، في العالم والعالم كله. قبل ما ابدا الفيديو حابب ان انا اوجه تحيه للفنان جو اشقر اللي مختفي عندنا بقاله كتير، وعايز اقول لحسن ابو الروس اتعلم منه حاجه. ديتس الاقاليم، كلمه ديت والعياذ بالله هي كلمه جايه من الغرب الكافر، معناها ان انت نازل تقابل، انت نازل تقرمز، نازل تمرهم. بمصطلحاتي انا نازل تدلع الشنكوت. وكلمه اقليم يعني مكان جغرافي يسكنه بعض الناس. هو انا ليه بترجم هو انا ليه بفصص يعني ليه بحط تعريف؟ ليه كده؟ ليه بجد والله؟ يعني مثلا لو جيت قلت القاهره اقليم لانه مساحه جغرافيه يسكنها مجموعه من الناس. الشرقيه اقليم، دقهليه اقليم، اسكندريه جمهوريه اسمها جمهوريه الاسكندريه. ولو انت فاكر كويس الفيديو اللي فات هتلاقيني قلت لك ان كلمه ديت لا تطلق الا في بعض الاماكن. يعني انت لو جاي من قريه طملي هتقول انا نازل اقابل. الاوقع انك تقول انا نازل امرهم، نازل اغري، نازل ادلع الشنكوت. تعالوا بقى نتكلم عن ديتس الاقاليم ونقسمهم كده لكذا حاجه عشان نبتدي نفصص كل واحد ونتكلم عنه. يعني نفصص كل واحد. يبيع يا عم دلوقتي هنتكلم عن ديتس نفس الاقليم، يعني هو وهي من نفس الاقليم، يعني هما الاثنين من نفس المساحه الجغرافيه المعينه التي يسكنها بعض الناس، مجموعه من البشر. نبدا باللي بينزلوا في سن صغير، اللي هو السن الروش، السن المجنون، الموعده التي يعني لا يرضاها اي بني ادم في الدنيا خالص، اللي هي بتبقى ريحتها كده شيبسي جبنه متبله، وبيبقى فيه كده على الصوابع، فاهم، اللي هو بقايا شيبسي، اللي هو عارف انت الناس اللي بيحطوا ايديهم في اخر كيس الشيبسي بيبقى فيه شويه مفرولين كده، يقوم دابب صباعه ومطلع وعامل كده. الحركه دي انا بحبها بصراحه، بس هي مقززه جدا يعني، بس هي بيبقى ليها كده لذه. العلاقه اللي فيها ستينج وفيوري وكل لا اله الا الله. العلاقه اللي فيها ستينج وفيوري وكل ما هو منشط ومنبه للجهاز العصبي المركزي. العلاقه اللي بتكون في السنتر ولو خرجت بره نطاق السنتر ما يبقاش اسمها علاقه، بقى اسمها اي حاجه تانية. العلاقه اللي اقصى تطور فيها ان هما الاثنين يصوروا مع بعض تيك توك ويعملوا بقى افلام هادفه.
يعني انا اعتقد ان 90% من اللي بيعملوا حاجات هادفه او اللي هو المشاهد التمثيليه دول بيكونوا كاتين من الدرس. يعني هو كاتت مزوغ وهي كاتة ومزوغه. تشتم ابويا ليه؟ ماله يعني ابويا ان هو عامل توصيل بيتزا؟ مش شغلانه شريفه؟ شغلانه شريفه، شغلانه شريفه، بس انت لما تعمل عليها فيديو وتقول ان هي شغلانه شريفه فانت كده بتستيت المشكله. شفت وانا بقول ستيت المشكله؟ ما حسيتنيش كده ان انا مثقف؟ ما غلطتش فيها المره. مثقف اللي هو انا بعرف اقول انت بتستيت المشكله. يا جماعه انا منكم بس بعرف اتكلم زيهم عادي. يعني لما بشوف الشباب والبنات اللي بيعملوا فيديوهات هادفه دول دايما بيجي في بالي كده واتساب جولد، الواتساب الذهبي. وفي ريحه كده بشمها دايما لما بشوف الناس دي، بتبقى شجري قوي. يعني بتبقى، خدت بالك؟ شجري قوي. انا مالي كده؟ والله العظيم انا مالي كده. يعني اعمل ايه طيب؟ والواد دايما شعره كده فيه جليتر كده او حاجه بتلمع كده، وبيبقى دايما واقف. يعني شعره دايما بيكون واقف، بيبقى السشوار دايما ليه اسطمبه واحده وحلق قزع. طبعا. تاني نوع من انواع المواعده هو العلاقه السوشيال، اللي هي ديتس اقليمين مختلفين، او كما يطلق عليها علاقه سوشيال. انا لسه قال كده، حد بعت لي ده تقريبا بوظ. دول هتلاقيهم على الفيس باسامي مستعاره. هو مثلا اسمه الشاعر وهي اسمها حفيده كافكا او شبيهه كافكا او معرفش بصراحه. والعلاقه بتاعتهم دايما بيكون رافضها العقل والمنطق والعرف والمجتمع والدين والقانون. كل حاجه في الدنيا بتقول لهم العلاقه دي ما تنفعش، بس هم بيحبوا بعض لسبب ما. العلاقه دي دايما لما بتخيلها بيجي في بالي كده صور ابيض واسود، مونيكا بيلوتشي وهم بيولعوا لها السيجاره في فيلم حلاوه روح، حاجه كده. هو دايما متصور بسجاره سوبر وباصص كده، وهي دايما بتتصور صوره اللي هي دي، عارفين اللي هي دي، اللي هو شفت انا حلوه ازاي كده. طبعا انتوا احرار، طبعا تصوروا زي ما انتوا عايزين. اقسم بالله من انا حتى احكم على الناس او اضع عليهم ليبلز. ايه الكلام الكبير ده يا عم؟ ايه الكلام الكبير ده يا عم؟ وهو دايما شايف ان مفيش فايده، هنفضل زي ما احنا، والله هنفضل زي ما احنا. وهي دايما بتحط هاشتاجز كده اللي هو سنحاربهم بالرقص مثلا. وهو دايما بيحب شعر العاميه الفجومي، زدنا يا سيدنا. احمد فؤاد نجم عنده في حته مقدسه، لان طبعا مع كامل احترامي وحبي للشاعر احمد فؤاد نجم، انا بتكلم عن ظاهره معينه يعني او فئه معينه. اكيد مش عايزهم يزعلوا، ولا يزعلوا ما يزعلوا يا عم. والبنت دي دايما بتشتم على الفيسبوك، دايما بتشتم، اللي هو بوست كده لوحده كده بلا مقدمات بلا داعي بلا هدف، تنزل بوست تاني بعده تعب تاني كده، اللي هو تعب تاني. صحباتها يخشوا يا دين امي هو لسه عايش. طبعا دي قله ادب، طبعا الا حقوق الاب، الا حقوق الاهل، والله العظيم الا حقوق الاهل بجد. دول علاقتهم بتكون ماشي، ودول علاقتهم بتكون مستمره طول ما في ودول علاقتهم بتكون مستمره طول ما في داتا، طول ما في باقه، طول ما في نت. انا اللي قلت باقه ليه كده؟ ليه قلتها بالطريقه دي؟ مفيش نت، العلاقه انتهت. ليه؟ لانها علاقه سوشيال. في ناس تقول علاقه سوشيال، واحد بقى يطلع لي كده متحزلق متزكي يقول لي طب ما لو واحد متجوز واحده ومسافر برضه علاقتهم سوشيال، تعتبر سوشيال. فلو النت اتقطع برضه اتقطع بينهم التواصل. اقول لك عندك حق، بس انت مش ملاحظ ان انا بهزر؟ يعني انت مش شايف ان انا بهرج؟ يعني انت مش شايف ان انت بقيت بتتكلم جد قوي زياده عن اللزوم؟ يعني انت واضح ان انت بتحسب حسبه غريبه جدا في وقت غريب جدا في مكان غلط جدا. نيجي بقى للنوع الكذاب، النوع الكذاب اللي هي بتبقى على الفيس ببرسونا وهو على الفيس ببرسونا. خدت بالك ان انا قلت بيرسونا؟ دي دايما هتلاقيها مصوره فناجيل القهوه من فوق وكوبايه اللاتيه، واخد بالك، وتقول انا بحب الماتشا، بحب الماتشا قوي، بموت في الماتشا، وهي اصلا من قريه ميت سليمه ابو كارم. يعني هي اساسا، يعني يا بنتي عيش عيشه اهلك، يا بنتي ليه بتستعري؟ والله العظيم يا بنتي كلنا اولاد تسعه. عارفين اغنيه محمد عادل الزبال لما قال كلتنا اولاد تسعه عشان احنا بنسعى؟ بالظبط كده. الاغنيه دي قذره جدا، وسخه، اغنيه وسخه. فالبنت اللي عامله نفسها بتشرب ماتشا وبتروح تقعد في تقابل بقى شاب من الشباب اللي هم دول اللي هم بينزلوا يعتلوا يعزقوا، واخد بالك، اللي هم بيتصوروا بشكار الزلط دول يا خال. عارف انت الشباب اللي بيتصوروا
اللي هو بيروح يشون، بعديها يروح يهد حيطه، وبعدين يصور نفسه وهو في تراب كده على شعره. طبعا رجاله ليهم كل التحيه والتقدير والاحترام طبعا. فهي بقى تبتدي تعيش عليه الدور عشان هي تستقي من هذا الشاب هذا الاحساس، تستقي احساسها بنفسها. شفت تستقي دي؟ بالله عليك هل عندك اي شك ان انا مثقف؟ بعد تستقي دي خلاص انت كده بصمت بالعشرة. الراجل ده مثقف، بصمت بالعشرة. هي مثلا تكون مصوره كوبايه نسكافيه مع بقسماط وتقول ده باتون ساليه، فعشان الشاب الغلبان يخش يقول لها هو ايه ده، فتقول له ايه ده، هو انت فلاح، هو انت ما تعرفش الباتون ساليه؟ هو بقسماط في الاول وفي الاخر، ده بقسماط. باتون ساليه ايه؟ باتون ساليه وكرواسون ايه يا شيخ؟ اتقي الله يا شيخه وعيش عيشه اهلك يا شيخ يا شيخه. والناحيه الثانيه بقى في الشاب الكذاب اللي هو مجنون عربيات، اللي هو كل يوم بيسهر وكل يوم بيخرج وهو اصلا مش كده. انت لو جيت شفت البنطلون بتاعه، حطيت ايدك في الجيب بتاعه، هتطلع فرولة مناديل وشويه تراب من تحميل الطوب وزلط كان هو بيشون فيهم او بيعنتل فيهم او بيعتل فيهم. شوف بيعمل ايه. ودايما تلاقيه بيقول لك شقينا فبندلع نفسينا، حاجه كده كده. يقول لها يا بنتي انا كنت بتفسح في المانيا من اسبوع، وهو اصلا سارق البود اللي بتصور بيه، بيكون سارقه كده عشان يقف كده اللي هو، وبيقف ورا اي عربيه عشوائيه في الشارع ويقول دي عربيتي. او يعمل بقى الافيه السيء بتاع انا واقف ورا العربيه فالكاميرا تيجي كده فيلاقوه بقى واقف ورا عربيه، او يقول العربيه الثانيه دي انت فاهم الفيديو؟ انت فاكر يعني هو مثلا واقف ورا عربيه مرسيدس مثلا او كيا سيراتو، هنقول ان هي كيا سيراتو، فيتصور وراها وبعدين بقى يطلع كده صاحبه بالفيديو ويجيب عربيه تانية جنبه اللي هي فيات مثلا، يقول لك ده دي طلعت عربيتي يعني. كده بيضحك، كده بقى بيهزر يعني، اللي هو ياه ما طلعتش العربيه دي بتاعتك. ايه يا عم؟ اللي عايزين نقوله مش مهم انتوا عارفين بعض من اقليمين مختلفين او من نفس الاقليم او حتى لو ساكنين في نفس الشارع، المهم انكم تكونوا صادقين مع نفسكم وواضحين مع نفسكم، عشان والله بجد الحياه اقصر مما تتخيلوا، والحياه مش مستحمله ان احنا نفضل نكذب على بعض او نتجمل قدام بعض. عيشوا حياه واقعيه لو سمحتوا يعني. اهم حاجه تبقوا صادقين مع بعض وحبوا بعض من قلبكم. الحياه قصيره قوي. يا عيني يا عيني. وبكده انا خلصت الفيديو، بس ما خلصتش كلام. والفيديو ده عشان تبقى واخد بالك قوي 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 قوي، 4 قوي قوي يا اسطى، يا اسطى 4. انا خلصت قاعد مستني ايه؟ خلصت والله الفيديو، خلصت مش هقول حاجه تاني. خلصت والله خلصت. انا خلصت الفيديو، انت مش مصدق برضو؟ طب خلاص خليك قاعد بقى، خليك قاعد براحتك يعني، حر يعني حبيبي.